الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله القائل لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، جاهد وعبد الله حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه صلاة وتسليما دائمين باقيين إلى يوم الحشر واللقاء. وصية الله تعالى في وفيكم أجمعين تقواه. يقول الجليل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأن خير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيا أيها البقية الباقية من أمة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، اعلموا يا هداكم الله أن دينكم هو دين علم ومعرفة وثقافة، وليس ديننا دين جهل وتخرص وخرافة. وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه. أيها الأكارم، إن العلم فضله أعظم من أن يذكر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، ورفع الله أهله درجات، ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. قال الحق تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. كيف لا، والله تعالى يقول في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده
العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان لله أخوف. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله أعرف كان لله أخوف، كان لله أخوف. استشهد الله أهل العلم بأعظم شهادة في الوجود، ألا وهي شهادة التوحيد، فقارنهم معه ومع ملائكته، فقال الحق سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وما فضل الله تبارك وتعالى آدم على غيره من أهل السماء إلا بالعلم. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وروي عن معاذ ابن جبل أنه كان يدعو الله قائلا: اللهم يا معلم إبراهيم ومحمد علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأغلى ما غبط عليه المؤمنون. فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هنا هو حسد الغبطة، لا الحسد المذموم، هو أن يتمنى أن يكون منهم. العلم طريق الفوز بالجنة وسبيل النجاة من النار، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كما روي عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. العلم يبقى أثره للإنسان حيا وميتا، فيخلد ذكره عند الورى وإن كان تحت التراب مدفونا. فقد روي عن الصادق المصدوق أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر علم ينتفع به. صاحب العلم محبوب في السماء، محبوب في الأرض، يحبه الله ويحبه خلقه. فعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولذلك تجدون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أعلم الصحابة، فلما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقسم التركة ما بين أهل بيته، لم يعطي أزواجه ولا بناته، وإنما تركه صدقة، كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الأنبياء لا يورثون ما تركوه فهو صدقة. نعم معاشر المسلمين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. ما يرضى واحد، أي واحد ما يرضى ينسب له الجهل، لكن كثير من الناس بسطاء علم يفرح إذا قلت له أنت عالم أو أنت ذا علم. إذن يقول: كفى بالعلم شرفا أن يكون كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته. لا شيء يعدل العلم لمن صحت نيته. قيل له: وكيف تصح نيته؟ قال: يبتغي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله: لم يعطى أحد في الدنيا شيء أفضل من النبوة. هذا شيء معلوم، لأن الأنبياء هم أعلى الناس وأشرف الناس. قال ثم تابع وقال: وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. وما شيء بعد النبوة أفضل من العلم والفقه. وقال الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. فذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة. وقال وهب بن منبه رحمه الله: يتشعب أي يتفرع، يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، أي وإن كان صاحبه مهينا يعطيه العز، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. وعن معاذ ابن جبل أيضا قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، أي صدقة منك إليه إذا علمته. نعم أيها الأكارم، أفبعد هذه الآيات وآيات أخرى لم أذكرها، أبعد هذه الآيات وهذه الأحاديث النبوية الصحيحة وأحاديث أخرى لم أذكرها، وأقوال العلماء وأقوال أخرى لم أذكرها، أبعد هذا لا تكون عندنا همة على طلب العلم؟ أفلا نحث أنفسنا وأولادنا على طلب العلم؟ اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ورحم الله الشاعر لما قال: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني
بيوت العز والكرم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله المهاجرين والأنصار والتابعين. أما بعد، فإن العلم له تعريف، فإن العلم له تعريف عرفه ابن القيم بأنه قال: العلم معرفة الهدى بدليله. خلاص، هذا هو العلم، وهذا هو تعريف العلم. العلم هو معرفة الهدى بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله. وإن كثيرا من الناس للأسف الشديد يمنعه عن طلب العلم ومجالسة أهله انشغاله الزائد والمفرط بالدنيا الفانية، وانكبابه على جمعها وشهواتها. ولو عرف قيمة العلم ما عدل به الدنيا ولو سيقت له بحذافيرها. فتعالوا معي أيها الأكارم ننظر في مقارنة سريعة يسيرة بين العلم والمال، لعلها ترتقي بهمتنا أو بهمة كل واحد منا لنتدارك بقية أعمارنا في تعلم ديننا، وحتى نعطي كل ذي حق حقه. وإليكم المقارنة بين العلم والمال. أولا، إن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. هذه مفارقة رقم واحد. اثنين، إن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. ثلاثة، إن المال تذهبه النفقات، يعني كل ما تصرف من عند أكثر ينتهي. إن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة ويكثر، لأنه من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. رابعا، إن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه أو يدخل مع صاحبه في القبر. إن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم. إن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه الفقراء والمساكين. سادسا، إن قيمة الغنى أو إن قيمة الغني ماله، وقيمة العالم علمه، فإذا عدم المال عدمت قيمة الغني، والعلم لا يزال في تضاعف. سابعا، إن العالم يدعو الناس إلى من؟ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعو إلى الدنيا بحاله وبما ملك. ثامنا، إن غني المال مقرون بالخوف والحزن، مقرون حياته خوف وحزن، فهو حزين قبل حصوله، أي قبل حصول المال، خائف بعد حصوله يخشى عليه. وكلما كان أكثر مالا كان الخوف أقوى. وغني العلم مقرون بالأمن والفرح
والسرور. وأخيرا وليس آخرا، أحذرك يا عبد الله ويا أمة الله، أحذرك يا عبد الله أن تكون أبا شبر، أن تكون أبا شبر. ما أبا شبر؟ قيل العلم له 3 أشبار، العلم له 3 أشبار. في الشبر الأول عندما يبدأ يطلب العلم وهو في الشبر الأول يصيبه الكبر والخيلاء والعجب، ويظن بنفسه أنه حوى علم الأولين والآخرين، ويكون لسان حاله يقول للناس: يا ناس هلم سلوني قبل أن تفقدوني. هذا أبو شبر، هذا أبو شبر. ننتقل إلى الشبر الثاني، فإذا بقي يطلب العلم ووصل بفضل الله إلى الشبر الثاني فإنه يتواضع. كيف يتواضع؟ ينظر فإذا بعلوم أخرى هو لم يحط بها علما ولم يحط بها علما، فعند ذلك سيتواضع، لكن لا زال يرى نفسه أنه ذا علم، لكن حال أحسن من الحال الأول. ثم إذا امتن الله عليه وأمد بعمره وواظب على مواصلة طلب العلم ينتقل إلى الشبر الثالث، وعند الشبر الثالث يصل إلى درجة اليقين أنه لا يمتلك من العلم إلا قليلا، كما قال الحق تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واعلموا يا هداكم الله أن شرف العلم من شرف معلومه، فأعظم العلم ما كان العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله. والعلم إما أن يكون مكتسبا كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإما أن يكون فتحا من الله تعالى كما قال المولى سبحانه وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقوله تعالى: الرحمن علم القرآن. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا مهتدين هداة ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم ومحمد علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم يا رازق لقمان الحكمة ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، اللهم يا معلم يوسف تأويل الأحاديث علمنا من تأويل الأحاديث برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.